تمثل العلاقات المغربية الجزائرية حالة خاصة للعلاقات الثنائية بين الدول العربية، حيث كشف تحليل الصراعات العربية عبر مدى زمني ممتد منذ نشأة النظام الإقليمي العربي الرسمي عقب الحرب العالمية الثانية عن نموذج لتطور هذه الصراعات الذي سمي بالنموذج البندولي، بمعنى أن العلاقات العربية تتأرجح عبر الزمن بين طرفي الصراع والتعاون كما يتحرك بندول الساعة. تتحدث تقارير إعلامية عن انطلاق مسار دبلوماسي سرى بين المغرب والجزائر يهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين الجارين بعد سنوات من التوتر. ونقلت بعض المصادر عن معهد هورايزنز الجيوسياسي أن هذه المبادرة جاءت بناء على طلب من الجزائر التي تقدمت بمقترح للمصالحة تضمن تنازلات مهمة لصالح المغرب. وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الوساطة بين البلدين يشرف عليها طرف رفيع المستوى لم يتم الكشف عن هويته، مما يعكس أهمية المبادرة في ظل السياق الإقليمي المتوتر. وأكد معهد هورايزنز أن هذا المسار الدبلوماسي قد يفتح آفاقا جديدة للعلاقات المغربية الجزائرية، مشيرا إلى اهتمام متزايد من الجانبين بتجاوز الخلافات التاريخية وتعزيز التعاون الثنائي. وأشار المعهد إلى أن هذا التطور يأتي في سياق إقليمي يشهد تعقيدات وتداخلا في المصالح، ما يجعل أي تحسن في العلاقات بين البلدين حدثا ذا أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أضاف التقرير أن المعلومات المتاحة تفتح آفاقا جديدة للعلاقات المغربية الجزائرية، مع إشارة واضحة إلى رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات والعمل على بناء تعاون مثمر. ووفق التقرير، يبقى السؤال حول مدى جدية هذا المسار الدبلوماسي وإمكانية تحقيقه فعليا. فنجاح هذه الوساطة قد يكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والثقافي في المنطقة. ورغم السرية المحيطة بالمفاوضات، تطرح تساؤلات حول مدى جدية هذه الجهود وقدرتها على إحداث تغييرات ملموسة.